كنت قاعد جنب بير مسعود في اسكندريه، وفجاه وانا قاعد لقيت واحد جاي يرمي فلوس في البير. قلت له استنى يا صاحبي استنى، انت بتعمل ايه؟ قام قايل لي برمي فلوس في البير. قلت له بترميها ليه؟ قال لي انا برمي الفلوس من هنا وبتمنى امنيه عشان تتحقق. قلت له يا راجل انت مصدق اللي انت بتقوله؟ قال له اه. قلت له طب انت رميت فلوس هنا في البير ده قبل كده وتمنيت امنيه؟ قال لي يا كتير. قلت له في حاجه من اللي انت تمنيتها اتحققت؟ قال لي الصراحه عشان ما اكدبش عليك لا. قلت له امال بتيجي ترمي ليه؟ حرام عليك فلوسك. وقمت نادي على عيل صغير وقلت له خد يا حبيبي الجنيه ده. قلت له انت اولى تدي الجنيه ده لعيل غلبان زي كده ولا ترميهوش في البير؟ على الاقل هتبقى عملت صدقه بدل ما ترميه في البير. طبعا الولد مش غلبان ولا حاجه يا جدعان، ده انا بمثل له بس موقف. ليه كده؟ المهم لقيت واحد جاي وبيقول لي احلى كلام يا سيمبا. قلت له فانت بدل ما ترمي الجنيه ده في البير وتتمنى امنيه وتعمل الكلام البدعه الحرام ده، انت ممكن تتبرع بالجنيه وخلاص وتبقى ليك صدقه يا عم، احسن من كل الكلام الفاضي ده. المهم اقنعته، وعايز اقنعكم انا كمان ان الكلام ده كله بدعه والكلام ده من ازيل الاجل، وانتوا بترموا فلوسكم وبيجي واحد يلمها في الاخر من تحت، وده بالظبط